السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما معايا ونبقى مع بعض العمر كله، ما يحرمش منكم ابدا. بشكركم على تعليقاتكم الحلوه، بشكر كل حبايبي اللي جم ونوروني، وحبايبي وعيلتي اللي معايا. بقيتوا عيلتي واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. حبايبي مش عارفه اقول لكم غير الف مليون شكر، الف اخ واخت وابن وبنت، الف مليون شكر حبايبي. حبايبي النهارده عاوزة أتكلم عن حاجة. المساواة في الظلم عدل. طب هتقولي لي ليه المساواة في الظلم عدل؟ هقول. بصوا، أنا ما بحبش أنا أنتقد، وزي ما قلت لكم أنا بحب أقول وجهة نظر. بصي يا حاجة فاطمة، حاجة فاطمة دي تبقى أم الإعلامية الشيف صدفة جاد. عايزة أقولك على حاجة يا حاجة فاطمة. بصي، صدفة عشان قالت لك كلمة، مثلا ان هي انتي بتفرقي في المعاملة. لا طبعا الام طبعا بتساوي في المعاملة. الله اعلم هي شايفة ايه او عاملة ايه او شايفة فرق في المعاملة، دي حاجة بينهم وبين بعض. بس انا عايزة اقول وجهة نظر بس يا حاجة فاطمة. بصي يا حاجة فاطمة، موضوع ياسمين وضني واللي حصل او هدى او انتي بتقولي ربنا بيسامح. طبعا ربنا بيسامح، مقلناش حاجة. وربنا غفور رحيم. بس عايزة اقولك على حاجة يا حاجة فاطمة. طب ما هو يعني عايزة اقولك على حاجة. هو انتي ليه سبتي البيت؟ هي صدفة عايرتك في حاجة؟ طب ما هو غفور رحيم، انتي ما تتدخليش. هي عايزة تسامح اخواتها او هي مش عايزة تصالحهم. بكرة النفوس هتهدى وتتصافى. تمام. عايزة اقولك على حاجة. ليه تسيبي البيت؟ ليه؟ انتي غفرتي كتير لياسمين. وكلنا كنا بنزعل على المواقف اللي كانت بتحصل، الموضوع اللي حصل قبل كده خلاص الموضوع انتهى واتقفل والباب بالضبة والمفتاح، وربنا يصلح ياسمين وضني ويخليهم لبعض ويحفظ لهم ابنهم. بس عايزة اقولك على حاجة. انتي غفرتي لياسمين، ايا كان بقى بتغفري الهدى بتغفري لهم او ايا كان طب هي عملت لك ايه صدفة عشان تسيبي البيت؟ هو انت تسيبي البيت في حالة ان هي بتقولك الفرق في المعاملة، لكن لا هي قالت لك اخرجي بره البيت ولا قالت لك سيبيه. ليه تسيبيه يا حاجة فاطمة؟ ده بيتك وصدفة. ما قالتلكيش اخرجي من البيت. ليه تسيبي البيت وتخرجي؟ ليه؟ ما تسيبيش البيت وتخرجي. صدفة برضو لسه في حالة اللي هي لسه ما تعافتش ولسه قايمة بربنا، ألف مليون مبروك ليها والحمد لله إنها قامت بالسلامة. استني عليها، لسه ما شدتش حيلها ولسه تعبانة من الولادة. طب خليكي قاعدة. الكلام ده لو تزعلي لو هي طردتك وش أو قالتلك أو عايرتك، تمام، تمشي وتسيبي البيت. لكن ده بيتك يا حبيبتي، ده بيتك وتقعدي فيه. ليه تسيبيه؟ سبتيه بقى ليه؟ اقولك انا، انت ومش هتفرق بين ولادك وانا مش هتدخل بينك وبين ولادك، بس زعلانه عشان صدفه مش عايزه تصالح اخواتها. انت تقعدي في بيتك عادي، وبكره النفوس هتتهادى. وصدفه على فكره هي بتحبكم جدا، هقولك وقفت جنبكم كتير جدا. بعد فضل ربنا طبعا. يعني صدفة لو هتطول كانت تعمل للبواب ولا اللي ماشي في الشارع قناة، كانت هتعمل له وعملت لكم وبنتكم بعد فضل ربنا. طبعا ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة بعد فضل ربنا، بس وقفت جنبكم. انا يعني انا حرفيا، يعني انا بحب صدفة لان صدفة بتقف جنب اهلها وجدعة، جدعة جدا. فيا حاجة فاطمة ما تسيبيش البيت عشان صدفة مش راضية تصالحهم كده. معلش انا اسفة، المساواة في الظلم عدل. كفرتي لولادك، هي ما قالتلكيش تخرجي من البيت. خليكي يا حبيبتي في بيتك. الكلام ده لو هي قالت لك وش او طردتك او عايرتك او قالت من هذا القبيل، كان المفروض تقعدي عادي، وبكره النفوس هتهدى. وصدفه مش هتستغنى عن اخواتها يا حاجه فاطمه. واحنا رحنا او جينا مش هنتدخل بينكم. بس انا بقول
كلمة ورأي، وربنا يصلح ما بينكم. ومحمد الله يجازيه كل خير، بيحاول يصلح وقعدك ليه تمشي تاني. ربنا يهدي النفوس، ودول ولادك كلهم سواسية زي بعض. ولادك دي ولادك دول زي ولادك دول. آه، خليكي قاعدة في بيتك، صدفة جدعة. وربنا يصلح حاله. محمد أبو أحمد جدع جدا. ربنا يصلح ما بينكم ويهدي النفوس. ما عليا إلا أنا بقول لك كلمة حق ووجهة نظر. أنا ما أنا رحت ولا جيت، أنا ست بقول كلمة ورأيي، لكن انتوا عيلة مع بعض. ربنا يهدي النفوس. حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، وصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.